بيكم في فيديو جديد مع قناة تسالي مع يويا. هنشوف النهاردة هنتسلى في ايه. النهاردة هنعمل حاجة جميلة قوي وحاجة سهلة وبحاجات متوفرة عندنا في البيت. لو انت عندك اي علبة فاضية تمام، او علبة موبايل او علبة تابلت قديمة، هاتيها وتعالي نشوف هنعمل ايه النهاردة. تمام، انا هنا معايا علبة تابلت قديمة، فانا هعمل بيها علبة مناديل. انا مش هشتغل على الجزء اللي تحت ده الجزء اللي هيتحط فيه المناديل، انا هشتغل على الغطا نفسه. تمام، اول حاجة هنعملها انا هحدد هنا جزء اللي هيطلع منه المناديل، هحدد بالقلم وهقطع الجزئية دي. انا مثلا هعمل الجزء اللي بيطلع منه المناديل في النص هنا كده. كده مثلا، او ممكن نجيبها على الجنب كده شوية عشان يبقوا الجنبين ايه قد بعض. تمام، الجزئية دي بقى هنقصها، هنقطعها كده بالقطر وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعة. انا دلوقتي زي ما انتم ما شايفين قطعت الجزئية دي كده بالقطر. تمام، دي الجزئية اللي هيطلع منها المناديل. هبدأ بقى كده هجيب قماشة وهعلم على القماشة حواليها علشان اغلف الجزئية دي كلها. طب لما نيجي نعمل القماشة، بصوا انا عاملة القماشة الحدود بتاعتها فين. ليه انا عاملاها كبيرة كده؟ لان انا لسه هتني الطبقة دي كده وهدخلها من جوه. يعني انا هقطع كده وهحط العلبة مثلا كده، والجزئيه دي هتبقى كده وهدخلها كمان جوه، فلازم تبقى الجزء بتاع القماشه كبير. فانا هقص حسب العلامات اللي انا عاملاها دي اهي. هي مش باينه عندكم في الكاميرا بس هي اهي واضحه معايا. تمام، وهبدا ان انا اعمل الجزئيه دي. هقص بقى الجزئيه دي كده. انا ما عملتش حاجه غير ان انا مسكت الكرتونه اللي معايا او العلبه اللي معايا وقطعتها، يعني عملت جزئيه فيها من النص وبقطع بقى ليها القماش اهو. هي فكرتها جميله قوي وحاجه سهله. يعني دي ايه، يعني كل حاجه انا بعملها بيبقى حسب ذوقك انت. يعني انا هعمل شكل مثلا معين وطريقه معينه، انت هتاخدي مني الفكره وتحاولي بقى انت ايه، يعني ممكن تغيري فيها حسب بقى انت ذوقك عامل ازاي. هنمسك كده الكرتونه نعملها كده ونبدا بقى ان احنا الاجزاء دي ندخلها هنا. تمام، نجيب مسدس الشمع. نبدأ بقى كده كل جزء ندخله من الجوانب كده زي ما انا ما بعمل. زي كده، وبرده هعملها من هنا بالشمع. زي كده. بصوا في الاركان مثلا انت ممكن يعني ايه تظبطي الركن كده وتشدي وتدخلي لجوه زي كده. هجيب انا حاجه انا بس عشان ايه اعرف اظبطها. كده انا هحاول اوريكم انا بعمل ايه عشان برضو تبقوا شايفين. بصوا بملى الاركان دي كده شمع. تمام،
الجزئيه دي بقى نشدها كويس كده، وبرده بالشمع برده نعملها. حاول بس اشدها لان الستان يعني طري، يعني بيتزحلق بيروح ويجي كده على يعني مش مجرد كده ما هتتنيه خلاص هيتني معاكي، لا بتحسيه كده ايه يعني سايب شويه كده سايح. فانا بحاول ان انا اشده عشان ايه يبقى مظبوط. نبدا برضو نشد الجنب ده برضو. بصوا بقى كده تمام. الجزئيه دي بقى هنعملها ازاي؟ دي مثلا هنقصها كده، نحاول كده نطلع حته يعني نقصها كده بالطول، ونبدا بقى ايه ندخل لجوه كده مثلا، ومن الجوانب برضو علشان ايه تدخل معايا بسهوله، لان دي الجزئيه الفاضيه زي ما انتم عارفين. يعني بص انا بحاول ان انا اعمل فروقات عشان اعرف ايه ادخل في الجوانب واعملها زي كده. وهبدا برضو الجزئيه دي برضو ادخلها جوه اعملها بالشمع. تمام، هدخلها وهعملها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. بصوا يا جماعه اهي انا قلبتها كده، وزي ما وريتكم قصيت ازاي عشان اعمل زوايا واعرف اشد القماشه لجوه، وقلبتها وشديت القماشه وحوطت دي بالشمع وشدتها وايه ولزقتها. تمام. انت بقى لو عايزه الشكل ده او المنظر ده ما يبقاش باين كده، يعني ممكن مثلا تجيبي مثلا حته مربعه فل زي دي وتحطيها هنا كده، بتعملي برضو الفتحه بتاعت المناديل وتحطي حته الفل هنا كده. تمام، بحيث برضو الحاجات دي ايه ما تبانش. اعملها كده معاكم. هسويها بس دي كانت حته فوم فل ايه فوم، حته فوم باقيه عندي وانا يعني ما برميش حاجه، فخليتها كده قلت كده هتنفعني في حاجه. بصوا اهي نبدا بقى نعمل الفتحه دي الاول. اي حاجه كده تقديريا يعني، او لو انت عايزه بقى تقيسي يعني تقيسي اهي. المهم ان هي ما تبقاش باينه من الناحيه التانية. نشيل برضو الحته دي عشان هتبقى باينه زي كده ونحطها كده. تمام، نحوط بقى دي بالشمع وبعد كده هلزقها كده على طول قبل الشمع ما ينشف بس، وهدخلها بقى. نعمل برضو من الجنب ده بس بحيث برضو ايه من جوه يعني نداريها. لو عوزنا مثلا نفكها نحط المناديل وحد عندنا ما يبقاش ايه باين ايه ان هي شكلها وحش. طبعا حاجه زي دي تنفع قوي البنات اللي هم داخلين على جواز. طبعا الواحده في الفتره دي بتكون يعني بيكون باباها خلاص بقى يعني زهق من المصاريف، فبدل ما تطلبي من باباك ان انت مثلا تجيبي حاجه تاني فوق طاقته، لا انت تعملي حاجه بايدك انت وتبقى حاجه جميله. هنبدا بقى نجيب لولي زي ده حسب برضو لون اللولي اللي انت عايزاه.
لو انت عايزه اي لون تدخليه مع الابيض، ممكن مثلا تجيبي لولي احمر مثلا ولا اي حاجه وتحوطي الجزئيه دي كده، هتدي برضو شكل جميل. لسه طبعا هنكمل الشكل مع بعض. يا ريت يا جماعه لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا له مشاركه عشان يوصل لعدد اكبر، ويا ريت تشتركوا في القناه علشان توصلكم كل الافكار ان شاء الله اللي انا بنزلها، وهنزلها ان شاء الله. هنزل افكار كتيره جدا، وهنزل اعاده تدوير لحاجات كتيره قوي عندنا. يعني بصراحه انا الاول كنت برمي كل حاجه عندي، يعني في حاجات جدا كتيره جدا كنت برميها، وندمت ان انا كنت برميها. علب مثلا عصاير، علب شامبو، اي حاجه، علبه جراكن اللي هي بتاعت الصابون السايب، اي حاجه، علب لبن، اي حاجه خليها. حتى الكراتين ما ترميهاش، لان احنا برضو هنعوز كراتين في حاجات كتير. وممكن يا جماعه على فكره يعني تاخدي حاجه زي دي مشروع ليكي، ان انت مثلا لو عايزاه بقى خلاص مشروع، ممكن ان انت بتجيبي اشكال من العلب دي، او بتعملي علبه كرتون انت بتعمليها برضو، بيبقى طريقتها سهله، وتعملي كمشروع ليكي. يعني انت لو عملتي العلبه دي شكلها جميل كده، ممكن تبيعيها ويبقى مشروع ليكي ان شاء الله. يعني بصوا اي حاجه، يعني مفيش حاجه دلوقتي صعبه. اي حاجه عايزه تعرفيها بتفتحي اليوتيوب بتعرفي على طول اي حاجه انت عايزاها. يا ريت يا جماعه لايك للفيديو علشان عايزه قناتي كده تكبر بيكو، والفيديو لما بتعملي لايك بيظهر للناس اكتر، وبيدخلوا يشوفوا، يعني بيبقى عليه مشاهدات اكتر. يعني عايزاكم كده تشجعوني بان انتوا يعني تساعدوني ان قناتي تكبر بيكم. هكمل بقى بقيت ده وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بصوا هو هيبقى شكلها كده، هكملها وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. بصوا يا جماعه ده بقى الشكل بتاعها بعد ما حطيت اللولي عليها. تمام، شايفين شكلها؟ هنبدا بقى ايه، نجيب كده الشكل ده بيجاب من اي حد بتاع خردوات زراير وخيط وابر والحاجات دي. تمام، هنبدا بقى ان احنا نحوط الجزئيه دي كده. تمام، خدوا بالكم يا جماعه الشمع رخم، لسعني 100 لسعه كده وانا شغاله. كده كده الجزء اللي نازل من هنا ده هعمله كده بالشمع. برضو الجزئيه دي برضو هنقصها كده، وبقيتها ينزل من تحت كده. تمام، هعمل ديت. بصوا التزويق ده يعني كل واحد حسب ايه ذوقه، يعني انا بحاول كده اعملها على ذوق انا وايه، وكل واحده بقى يعني حسب اللي متوفر عندك كمان. شوفي انت متوفر عندك ايه، بحيث برضو ايه نكون بنعمل اي حاجه باقل التكاليف. يعني قصدي مش لازم تلتزمي بالشكل اللي انا بعمله او بالادوات اللي انا بعملها. انت ممكن تنزلي عند بتاع الخردوات ده اللي هو بيبيع كلف والحاجات من دي، وانت بقى تختاري. بصراحه بيبقى عنده اشكال جميله جدا. يعني انا عندي هنا جنبي واحد، يعني انا بقف اقول له انا مش عارفه اشتري ايه ولا ايه من عندك. اشكال عنده يعني حاجات روعه كده من الاشكال دي كده. ماشي نقصها.
هي خلاص الجزئيه دي اللي فاضله. فبصراحه يعني هي العلبه هتطلع شكلها جميل جدا، يعني روعه روعه روعه. بص شكلها. هو انا عشان بس بصور لكم في الشمس، عصايه الموبايل عامله اضاءه شويه. بصوا هنسيبها على كده بقى ولا نعمل حاجه تاني؟ هنعمل حاجه تاني. انا كان عندي كده فستان قديم. طبعا انا ما برميش حاجه، ما ترموش حاجه يا جماعه. اي حاجه عندك، فستان قديم، قميص، قميص مثلا، قميص جوزك مثلا، او قميص ابن عندك، كل حاجه هنحولها لحاجات تانية. ما ترميش اي حاجه، يعني حاولي بكل الطرق ما ترميش حاجه. اي حاجه هنستعملها، اي حاجه هتعمليها. يعني بصوا انا ده كان عندي فستان قديم شلت منه الحاجات دي. الستان ده كان برضو في فستان تاني، كان البطانه بتاعت الفستان برضو شلته منه، وقلت بدل طالما هرميه فشلت منه الستان ده. فانت اي حاجه هنحتاجها. فانا بصوا هحط ده هنا كده، يعني كايه، كمنظر كده يدي منظر جميل. بصوا يعني انا معظم الحاجات اللي مستخدماها معاكم دي انا مش شاريه فيها غير ده واللولي بس. ده كمان ايه، انا اشتريت اللولي ده وانا اصلا كنت يعني استخدمت لولي كتير قوي في الفتره اللي فاتت، من برضو من الفساتين. يعني انا كنت بطلع برضو لولي من الفساتين اللي انا برميها وبعملها كده. بصوا ده الشكل النهائي معانا. بصوا جميله قوي ازاي، يا رب تكون واضحه. بصراحه شكلها جميل قوي قوي قوي. وزي ما قلت لكم، انت بقى عايزه تزينيها بطريقه معينه زينيها، كل واحد حسب ذوقه. او بصوا باقل التكاليف عملت علبه مناديل، ولا بقى وانت بتجهزي تشغلي بالك ولا تقولي انا هنزل العتبه لسه ولا هتمشور. لا، على فكره انا برضو لما كنت بتجهز كنت برضو بعمل، يعني انا عملت حاجات كتير قوي للتسريحه عندي. كنت بقول انا عايزه مثلا الاقلام بتاعه الميك اب مثلا، كحل، اي حاجه، ايلاينر، الحاجات دي عايزه لها مثلا علبه كده احط فيها الحاجات دي. فعملت برضو علب وحطيتها، هبقى اعملها لكم ان شاء الله الفتره الجايه. بصوا الشكل. هحط لكم بقى في العلبه كلها المناديل وهرجع لكم اوريكم الشكل النهائي. اهو يا جماعه بصوا انا جبت اهو شويه مناديل. دي علبه مناديل عاديه من اي حد بيبيع مناديل، وبتمسكي كده منديل منهم، تمام، وبتحطي كده العلبه وبتقفليها كده، وبتطلعي طرف المنديل كده بس، وبتسيبيها بقى كده ايه عندك على اي حاجه، على السفره، على ترابيزه الانتريه. بصوا الشكل، والله بصوا جميله قوي. هي بصراحه عجباني، انا ما كنتش اعرف ان هي هتطلع حلوه كده. على فكره يا جماعه انا عايزه انبهكم لحاجه، والله بجد انا الحاجه بعملها معاكم لاول مره. يعني انا علبه المناديل دي انا كده بعملها لاول مره، حتى كمان ما ببقاش مرتبه في دماغي فكره هعملها معينه. انا بجيب كل الجبير اللي عندي وكل اللولي والورد والحاجات وبحطهم جنبي، وانا قاعده معاكم بقى بتجيلي الافكار مثلا. يعني انا ما كنتش ناوي احط ده، وما كنتش ناوي احط اللولي ده، وما كنتش ناوي، يعني كل ده انا يعني انا بجيب الادوات بقول احطها جنبي وانا شغاله معاكم كده، الافكار بتيجي وبعمل الحاجه معاكم لاول مره. فما فيش واحده تقول مثلا ايه لا ده هيبقى صعب اعملها. على فكره مفيش حاجه صعبه، زي طالما انا قدرت اعملها يبقى انت اكيد هتقدري تعمليها. ما هو انا مش من كوكب تاني ولا انت من كوكب تاني، لا كلنا زي بعض وكلنا نفس الدماغ ونفس التفكير. بس كل الموضوع ان ايه، الحاجات دي عايزه ايه، جرأة ان انت تاخدي الخطوه وتعمليها. هتلاقي معاكي بصوا العلبه شكلها جميل قوي ازاي. بصوا يعني علبه مناديل اهي، بدل ما تروحي تشتري علبه المناديل ب50 و100 جنيه. بصوا يعني انا بصراحه كنت شايفه علب مناديل في مول العرب، يعني بصراحه كانت غاليه قوي قوي يعني، وكان اشكال عادي يعني مش للدرجه. بصوا انا باقل من 5 دقايق عملت معاكم علبه، هي علبه مناديل اهي. بصوا شكلها، والله بصوا جميله قوي، يعني بصراحه انا فرحانه قوي بشكلها. يا ريت يا جماعه لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك اي فيديو انا بنزله. وهنزل الفتره الجايه حاجات كتيره قوي لاعاده التدوير، فيا ريت تتابعيني وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي حاجه جديده. ويا ريت تعملي مشاركه للفيديو ده على صفحتك على الفيسبوك او على اليوتيوب علشان غيرك يشوف الفيديو ويستفاد بيه.
ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون علبة المناديل دي عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.